كل دول العالم الغربي اليوم بدون أي مواربة تقف مع الصهاينة ماديا، عسكريا وإعلاميا. إن لم تنصر إخوانك اليوم فمتى عساك أن تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بفيديو جديد من فيديوهات وصفة جو كاست. كبداية يجب التنويه من أن الصناعة الدوائية صناعة حساسة كونها تتعلق بالصحة، لذلك من الضروري التعامل هنا بحرص أكبر مقارنة بباقي الصناعات. يعني المسألة مش برجر بدل ما تجيبه من ماكدونالدز تروح تجيبه من أبو حسين. لذلك قسمت لكم الشركات إلى ثلاثة أنواع. الأول جعجعة بلا نفير، يعني أقوال شجب واستنكار ودراما، وهذا حال معظم شركات الدواء الأجنبية، وهذا موضوعهم مش مهم، حطهم على جنب. الثاني طبعك غريب محيرني، أقوال وأفعال تتفرد به شركة فايزر الأمريكية. أمامك كتاب داخلي من المدير التنفيذي لشركة فايزر يطلب من موظفي الشركة تبرع لصالح دولة الاحتلال. كما يذكر بهذا الكتاب أنه يدرس توسيع الدعم للدواء واللقاحات. الصحيح أن شركة فايزر تملك مئات الأدوية بأسواقنا العربية، وللحق العديد منها يمكن الاستعاضة عنه ببدائل أخرى. بهذا الجزء سأستعرض معكم ما يمكن استبداله بسهولة. فايزر يعني وايث، ووايث يعني حليب الأطفال S26، ويعني فيتامينات سنترم، ويعني كالسيوم أو كالتريت. سهلين؟ بدكم بدائل؟ طيب بتشوف بالصيدليات عروض الخصومات وكوبونات، وعلى الأربعة 2 وعلى السبعة 3 إلى آخره من عروض. كل هاي العروض هي بدائل للسنترم والكالتريت، فنقي واستحلي. رابعا ادفل، مادته الفعالة اسمها ايبوبروفين. بدائل ادفل على الشاشة أمامكم، منها أجنبي وإماراتي وسعودي وأردني. صور الشاشة وخليها عندك. خامسا فياجرا أو الحبة الزرقاء، مادته الفعالة اسمها سلدينافيل. بدائل فياجرا على الشاشة، صورها وخليها عندك. النوع الثالث من الشركات هو الأخطر على الإطلاق بكل الصناعات، شركة صهيونية مقرها تل أبيب بتبيعك منتجاتها وأنت لا تدري. يعني فلوسك من جيبتك إلى تل أبيب، لا يمين ولا يسار. اسم الشركة هو تيفا، وهي أكبر مصنع للأدوية البديلة في العالم. تقوم هذه الشركة بالاستحواذ على شركات أصغر منها، وتبقي في بعض الأحيان شعار الشركة التي قامت بالاستحواذ عليها. لذلك أنت بتشتري المنتج وأنت مش عارف أنه منتج صهيوني. في عام 2016 استحوذت تيفا على شركة أكتافيس الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار. شركة أكتافيس بدورها كانت تملك شركات أخرى، منها أمريكي ومنها إيرلندي. من ضمن الأصناف التي شملتها الصفقة سايكلوجست، وهو تحاميل بروجستيرون مهبلية. لاحظ شو مكتوب على العلبة فوق، أكتافيس صحيح؟ طيب نفتح على موقع تيفا الإلكتروني، بوضوح المنتج مملوك لهم، وبدائله أكثر من الهم على القلب. أنت بتسأل الصيدلاني عن تحاميل البروجستيرون وسيجيبكم عن ذلك. كما شملت الصفقة كريم الصماط الأشهر بالعالم سودو كريم، واللي راح يحتاجه مدير شركة فايزر التنفيذي إن شاء الله. تعال أورجيك قديش أنت مهم وقديش أنت بتفرق مع هاي الشركات. شوفوا أصدقائي، هذا موقع سودو كريم. فوق تقدر تختار الدولة اللي أنت موجود فيها، فهون أنا راح أختار المملكة العربية السعودية. في أي موقع إلكتروني إخواني، اسم الشركة المالكة للعلامة التجارية يجب أن يكون مذكور في الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ما فتحت على المملكة العربية السعودية لازم أنزل تحت، لازم يكون اسم الشركة موجود تحت. شوف، قد ما تدور قد ما تدور مش راح تلاقي اسم مالك لهذه العلامة التجارية. طيب تعال نجرب نغير المملكة العربية السعودية، نشوف مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة. خلاص ننزل تحت، كمان ما في. طيب إخواني تعالوا نجرب نختار دولة ما بتفرق معها هاي الأمور، يعني ما بيفرق معها مين ممكن يكون مالك العلامة التجارية، وليكن على سبيل المثال أستراليا. شايف تيفا تحت؟ تيفا فارما. للتأكيد نختار بريطانيا، ننزل تحت تيفا. ممتازة. طيب كل هذه الصهينة في محاولات للتغطية على اسم المالك الرسمي للعلامة التجارية للسودوكريم. ما هو سببها يا ترى؟ غير انهم حاسبين لك ألف حساب، وخوفا منهم على ردة فعلك في حال معرفتك انهم هم من يملكون هذه العلامة التجارية. ولعل هذا المثال إخواني يغلق أفواه المثبطين من الناس اللي بيحكي لك إنه مقاطعتك للقهوة وللدواء وللأكل لا تشكل أي فارق بالنسبة لهم.
ختاما أصدقائي، بتمنى عليكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع أكبر عدد ممكن نصرة لأشقائنا في فلسطين وبغزة العزة. دمتم وأحباؤكم سالمين.